السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم حبيت أشارك معاكم طريقة تحضير القطايف. إحنا بنقول لهم البغرير، بس هنا بيقولوا لهم يعني في الشرق الأوسط كله بيقولوا لهم القطايف. أنا اليوم أقدمهم لكم بعدة حشوات وبطريقة سهلة ويعني سريعة. نبدأ أول حاجة بالقطر أو الشربات اللي هنرافق معاها مع القطايف. أخدت كوب من المية وكوب من السكر، الحبيبات. حطيت عليهم بس المنسمات، انتوا حطوا المنسمات اللي انتوا تفضلوها. انا حبيت احط نص ليمونة. طبعا اكيد نص ليمون، يعني ليمون اكيد ضروري في هذه الوصفة، والمنسمات اختياري. انا حطيت بس قرفة. وبسم الله هنحط هنا نص لتر من المية، وهنحط عليه ملعقة كبيرة من السكر حبيبات، وملعقة ملعقة كبيرة من الحليب الباودر. وحطيت طبعا هنا الملح، طبعا الملح حسب الذوق. وحطيت حطيت كمان ملعقة من البيكنج باودر صغيرة جدا، وملعقة من الخميرة الفورية، خميرة الخبز. وحطيت كوب من الدقيق الأبيض العادي متعدد الاستخدامات. وحطيت كوب من السميد اللي بنسوي بيه احنا بنسوي نقول عليه الحرشة، وهنا اللي بيسوي بيه البسبوسة. ونص يعني كوب ونص من السميد، وواحد من الدقيق المتعدد الاستخدامات. ونطحن جيدا. وطبعا لما نشوف انه المية جانا شوية ثقيل بنزود. خلاص نحصل على هذا القوام، عشان هو هيرتاح شوية وهيزيد يتقل، فيكون كده ما هو خفيف ما هو تقيل، بهذا القوام اللي انتوا بتشوفوا في الفيديو قدامكم. ونخليه كده يرتاح تقريبا ربع ساعة. ونروح نحضر الحشوة، القشطة. يعني نعمل قشطة. هنا عندي نص لتر من الحليب، ممكن بس 2 كوب من الحليب. ونحط عليهم 4 ملاعق من النشا، ونحط عليهم 1 ملعقة سكر وفانيلا. ونضل نحركه على البارد الأول، وبعدين لما يتماسك طبعا هنا ضفت عليه نص كوب من سكر، وكمان كنت حطيت ملح. وهنا حطيت علبة من القشطة. وخلاص القشطة اللي هنحشي بيها صارت معانا كده جاهزة، غليت وصارت معانا كده جاهزة. نضل نحرك طبعا، ما نسيب تحريك ولا لحظة، عشان ما يتحرق معانا بسرعة، الحليب بيتحرق. وطبعا نضل نغليها لمدة على الأقل 5 دقائق. خلاص صارت كده صارت جاهزة معانا. هنحط في آخر لحظة هنحط شوية مية ورد وزهر زي ما تحب. وكده حفنة من تقريبا 31 جرام من جبنة الموزاريلا، ونغطيها بهذه بالورق حق الصحي، ونخليها تبرد. ونبدأ خلاص خمر معانا، نبدأ نسوي. بسم الله على بركة الله. نعمل نحطها في مقلة أو طاسة ما بتلصق، ونضل نعمل كده. أنا اشتغلت بالكوب المعياري اللي فيه ربع الكوب، لكن ممكن تستخدموا بس أي يعني مرغفة عندكم وتكون بتخرج لكم نفس المقاس كده. وبسم الله ما شاء الله بسرعة يعني بيتماسك معاكم يجد. بس النار تكون في الأول حامية، وبعدين تنقصوا عشان ما يتلسع معاكم بسرعة، عشان لأنه فيه الملعقة الحليب دي بسرعة بيتحمر، رغم انه احنا ما حطيناش فيه حليب، بس ملعقة واحدة من الحليب باودر. وخلاص بنصير كده بالتدريج نطبخ بسرعة. بيجهز ما شاء الله، بيطلع كمية وافرة، رغم انه احنا بس حطينا تقريبا 2 كوب من الدقيق وكوب 2 كوب ونص. ما شاء الله خرج معنا كمية حلوة. وهنا عندي مكسرات متنوعة مع شوية فستق أخضر، وزودت عليهم ملعقة من حليب المحلى، وشوية من ال ال الشربات اللي احنا كنا عملناه، وزودت عليهم رشة مية ورد أو زهر. وعملتهم كويرات كده، وبنحطهم في الوسط ونضغط عليهم كده. هذا شكل. والشكل التاني بالقشطة اللي احنا سويناها.
كده نملي، يعني ما نملاش كتير، بس نحط ملعقة صغيرة كده بحيث إنه نقدر نضغط عليه من الجوانب، وكده بيصير جاهز معانا. نوعين كده ما شاء الله. والنوع الشكل التالت هنعمله كده نحاول نقفّله من الجنب يصير متل الكورنيه كده وشكله حلو ومنظره بيكون حلو. طبعًا هنزيّنه الفستق الحلبي هذا من الجوانب متل ما كده بتشوفوا، بنقفّل بس هو في الجنانب بسرعة لمّا تضغطي عليه بقوة بيمسك معاكِ خلاص، ونزيّن بهذه الطريقة، بيصير شكلهم جدًا رائع في التقديم والشكل. طبعًا جدًا رائع. وعندي هنا الأشكال اللي أنا عملتها بالقشطة محشية المكسرات. أنا عندي كنت عملتها بمكسرات متنوعة، يعني عملت شوية جوز، لوز، المكسرات اللي أنتم عندكم. والجزء اللي فضل معايا عشان كنت عملت كمية، جزء عمل معايا حطيته في حق البلاستيك حق التلاجة، وحطيته في الفريزر. وهذا الشكل كمان مش عارفة إيش بيسموه، لو بعدين تقولوا لي، أنا دحين ما يحضرني الاسم. ال آمم، ممكن تقطعوها على 2 وتدهنوها بالزبدة وتتكرمل كده، بتيجي زي تغميسات كده، شكلها جدًا ل لذيذ ورائع. وخلاص أنا حمّرتهم بس في الفرن، ما حطيتهم ما قليتهم، بس جو كده مقرمشين ورائعين جدًا. شوفوا كيف ما شاء الله اللي بالجبنة طبعًا بيطلع شوية منهم لمّا يكونوا يتحمّروا في الفرن، بس دهنتهم بزبدة أو سمنة ودخّلتهم يتحمّروا بهذا الشكل، جو رائعين جدًا. وهنا قدّمتهم طبعًا حطيت هنا قشطة، وبنغمّس في القشطة وبنغمّس في المكسرات، وكمان الشربات اللي إحنا عملناها بس طبعًا ثقيلة. وهنا كمان تغميسة الحليب المكتّف المحلى. يعني بتعملوا أنا عملت 3 اختيارات، اللي بيحب الشيء ممكن ياخده. وفي طريقة شكلهم كده دول اللي متقرمشين في الفرن بييجوا جدًا رائعين. أتمنى إن شاء الله تجربوهم وينالوا إعجابكم، تقدموهم في يعني أمسيات مع الأصدقاء والأحباب لمّا ييجوا عندكم ويزوروكم أي مناسبة. طبعًا الناس بتعرفهم بس في رمضان، وهُم مش بس في رمضان، في كل وقت. أتمنى إن شاء الله تجربوهم ونشوفكم إن شاء الله في وصفات جديدة. في أمان الله.